يعني ايه افكر بالفرنساوي؟ اهلا بيكم، انا سيف بتاع فرنش. دي الحلقه الخامسه من سلسله طالب فرنساوي شاطر. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ازاي تفكر en français. سي بارتي. اولا، يعني ايه افكر بالفرنساوي؟ يعني استخدم حواسي كلها وانا بتعلم اللغه، وانا بحفظ الكلمات وانا بستخدمها. يعني مثلا لما اجي احفظ الكلمات او فيرب او بريبوزيسيون او ارتيكل او كوم tu veux مثلا، بستخدم معاها الحواس علشان ترتبط بعقلي لما اجي استرجعها لما اجي اتكلم فيها. طب فايدة ايه الكلام ده كله؟ اول حاجة معانا هي هتسرع عملية التعلم. يعني انت مثلا بتقعد تسمع كل يوم، بتقعد تتكلم، بتقعد تتمرن على اللغة كل يوم، اللغة بقت جزء من حياتك. منطقي كده مستواك هيعلى لوحده وهتكون جامد جدا في اللغة. تاني حاجة، انت بتحفظ كلمات جبارة. ليه؟ علشان انت ما بتربطهاش بحاجة معينة كده في النص زي اللغة عربية او انجليزي، لا، انت بتربطها بصورة، بحاجة بحواس، حاجة ملموسة. زي مثلا لما اتعلمنا كلمات الفاكهة، جبنا الفاكهة واستخدمناها. اذا انا ربطت الفاكهة بايه؟ بحاجة ملموسة. مش الفاكهة برتقان يعني اورانج، لا، انا جبت الفاكهه نفسها وعرفتك ايه هي. وده بيساعد عمليه الحفظ في العقل اللاواعي. لما تيجي انت تستدعي الكلمه دي فانت بتجيبها على طول. فاذا انت بتتكلم فرنسي كومان فرنسي، او بتتكلم فرنسي كورامو بشكل كده في سلاسه وانت بتتكلم. طب ازاي اوصل لمرحله السلاسه وانا بتكلم؟ اهم حاجه ودايما بقولها في كل فيديو، استخدم اللغه في حياتك كلها. يعني ايه؟ وانا في الشارع، وانا في الجامعه، وانا في المواصلات، اسمع بودكاست. طب انا في البيت، اقرأ كتاب، اكتب. خلي اللغة جزء من حياتك، خلي اللغة جزء من ثقافتك. طب حاجة مهمة جدا، المفروض اعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما قلت في السؤال اللي فات، خلي اللغة جزء من حياتك. يعني ايه جزء من حياتك؟ احول رتم حياتي من اللغة العربية، لا، خليني بقى شخص فرنساوي. يعني ايه؟ يعني اقعد اسمع بودكاست، اشوف الاخبار بتاعتهم عاملة ازاي لو انا مستواي اعلى، اتعلم الديكتي، اتملى. ده بيساعد بشكل جبار حرفيا لما انت تيجي تستخدم الحاجات دي كلها مع مرور الوقت. ومع الوقت القصير حرفيا انت مستواك هيكون جبار في اللغة وهتتمكن من اللغة. ما تنساش في اخر الفيديو، لو الفيديو عجبك اعمل لايك، سبسكرايب، ومنشنه مع اصحابك. سلام.